استاذ احمد يقول لك منورين الدنيا كلها يا هندسه. ربنا يخليك. استاذه صفصور نعرف كنا بنقوم بجمع الملابس وهو بيدفع المواصلات والمندوب. كتر خيره ويجعله في ميزان حسناته يا رب. والله امين. طيب نقوله نورهان صح، معظم اللي على الارض الواقع بياخدوا اللقطه اما بيستغلوا الوضع. ربنا يصلح لهم حالهم ويهديهم. وانا اعتقد ان بعد اللايف ده احمد طايل احتمال يتعارك مع احمد حفني، لان النهارده البنج هيبقى سريع بيننا وبين بعض. صح. احمد طايل انت ازاي بتختار الفريق المتطوعين بتوعك؟ تختار ايه؟ المتطوعين بتوعك. المتطوعين بتوعنا احنا الفريق كشباب، المتطوع معاك في المبادره بتاعتك. كشباب في العموم احنا بنستهدف فئه معينه ان شاء الله كده. عندنا حاجه هنبقى ده برضو ايه، ليك برضو لايف كده حصري خلال 30 يوم ان شاء الله. الامانه الجديده بتاعتنا احنا 90% شباب سن لا يتعدى ال 43 سنه، يعني وال 10% الخبرات بتاعتنا القامات كلها بتاعتنا احنا راجعين بحاجه كده تقوي وتدعم المبادره بتاعتنا اقوى واقوى. لا 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 بسرعه 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 لا بسرعه بسرعه. دي هنخليها نقفل بيها الحلقه. ماشي. بص ما هو مبروم على مبروم مش هيرول. انت بتختار الناس اللي بتنضم معاك بأنه معايير. اهم حاجه اللي هو يكون جاي يعمل خير بجد. اي معيار بالنسبه لي انا كل الناس سواسيه، كبير صغير، حد عنده 15 سنه زي حد عنده 50 سنه. اهم حاجه عندي يكون فعليا عايز يعمل خير مع الناس، مش مطلوب منه حاجه ثانيه. دي معايير بتاعتنا احنا كل واحد غير الثاني. انا ماليش دعوه بغيري بيعمل ايه. معايير بتاعتنا احنا اهم حاجه اللي داخل معانا فعليا، ولا هو داخل عشان ياخد اللقطه ويمشي، لان احنا حفظنا الناس دي خلاص، اتحفظ لايف يعني. يا الا هو في اكتر من كيان، ولا بيعمل حاجه هنا ولا بيعمل حاجه هنا. معلش انا برضك مش هتيجي بيتي ووقتي وهستفاد منكم ايه؟ حلو جدا. هقول لك هتستفيد مننا بايه. احنا عملنا سلاح ذو حدين زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت. احنا كمبادره، انت لو ماسك الكارنيه بتاع المبادره بتاعتنا فانت واخد خصم اولا كده ل 50 مستشفى، من ضمنهم المبره وعقبه بن نافع وي 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 وي. ده من المبادره. مش مطلوب من حضرتك حتى ربع جنيه ثمن الكارنيه. المبادره هي اللي بتعمل كل حاجه، انت ما بتدفعش حاجه. لو كفايه عندك وانت نازل كده وانت بترسم فرحه فعلا وتجبر بخاطر حد، كفايه الفرحه اللي انت هتحسها. لو واحد حس ده مره مش هيسيبه تاني نهائي. كده كده احنا كمبادره بنقول الكلام ده. احنا الحمد لله المبادره لينا بلين كده. عارف يا احمد احنا ماشيين بايه؟ الفكر كله مثلا بيتراوح اللي انتوا كلكم بتقعدوا مع بعض. ما فيش حاجه اسمها رئيس مبادره ومساعد الرئيس، وما فيش الكلام ده. احنا كلنا واحد، بنتشاور مع بعض. الدنيا هنا ايه؟ طب احنا معانا قد ايه عشان نعمل ايه؟ انت فاهم؟ طب احنا عايزين نعمل كذا. يعني صفصوف معانا على البث هتقول لك الكلام ده. كنا بنقعد نعمل كده. احنا معانا قد كده جاهزين يعملوا قد كده. امتى؟ بنشوف وقت الناس يسمح امتى. مش هنلم الفلوس امتى؟ لا، احنا بما ان بنشوف. بقى حبايبك كتير، يا ريت قبل ما اتكلم بس حوارك، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، لان الحلقه دي انا بالنسبه لي مهمه قوي قوي قوي. يا ريت حضرتك كل اللي معانا على اللايف يعمل شير للحلقه ديت، لان الحلقه ديت هنحطها عنوان للي جاي. فاهمني يا احمد؟ يعني يا ريت كل اللي موجود معانا على اللايف لو سمحتوا اعملوا شير تمام للحلقه دي، لان احنا بنثبت قواعد لعبه جديده بنقوله للناس تمام من خلال رؤيتنا الصح. اهو الدنيا بتقول اهي بالظبط.
قبل محمد يعني صلاح. رجاء لو سمحتم الحلقه بتاعت احمد طيب لو سمحتم يتعمل لها شير، لان الكلام المره دي ما فيهوش قول. انا النهارده بستفز احمد طيب، بستفزه ولما بيزوغ بوقفه. تمام. محمد صلاح دخل معانا على اللايف، فينك واتاخرت؟ ده كان في حاجات كتيره فاتتك. احمد احمد طايل عايز اقول لك ما كانش عارف يزوغ. بيحطني يا ابو صلاح، ينفع كده يا ابو صلاح؟ طيب لو سمحتم من كل المتابعين معانا على اللايف رجاء، الحلقه دي لازم تتشير وتتشير على الجروبات. تمام. اي جروب حضرتك مشترك فيه على الفيسبوك لو سمحت كمان شير عليها، لان الحلقه ديت لازم توصل لناس بعينها، لازم توصل وانت للي بياخد لقطه، متخيل ان هم لازم مش عارفين؟ توصل علشان لو مسارك غير المسار اللي بنقوله عليه. وانت متخيل ان هم مش عارفين؟ وذكر. صح. بص يا احمد، في جمله ممكن انت عارف. معلش الان اللي قطع كلامك، في فرق لما انصحك في الجلسات الخاصه فما تتنصحش، ودلوقتي انا بنصحك بالعام وما بقولش اسمك. انا نصحتك وانت براحتك. كلامك غلط. انا ايوه نصحتك بالظبط وانت كده. براحتك. احمد كمل اللي انت كنت بتطرحه. بص، احنا هنتكلم مثلا في ناس، بس عشان ما ننساش، عشان احنا نسينا ايمان العطار، اختنا الجدعه اللي تحيه، ما شاء الله عليها. تحيه انا جديده نسيت، ليك. انا ما نسيتش، بس انا حاطط لها جزء عشان ده ايمان عايزه لايف كامل يتكلم عليها يعني. ست المليون راجل. عامله طفره في موضوع الجمعيات ده، عندها كتيبه الخير يعني، فعلا عندها فريق بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، بقياده رهيبه فعليا يعني، سواء الجروب بتاعها او الجمعيه، بسم الله ما شاء الله، الله حد اكتف بطريقه يعني. هي بتعمل الحاجه وانت انت بتبقى فرحان وانت حد شايفها، اكتب بطريقه مستفزه. يعني انا بتبقى اعتقد فرحان. ان ايمان العطار وهي بتنام بتفكر لمده اسبوع هي بالظبط، هتعمل ايه. بالظبط، بالظبط، ده فعلا من الناس اللي هي من جروب برضو لجمعيه. كان جروب عادي خالص، بعد كده بقت مظله قانونيه عشان ما يبقاش فيه مشاكل، ولا في ده بيقول ولا ده ما بيقولش. النهارده بالنسبه لي من الناس اللي في دايره الرمل، ليها صوت، ليها ارضيه، ليها قاعده، لا لا ليها لا صدقها شعبيه تقيل. لا 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 خرافيه. ايمان العطار لا خرافيه. صلد وصلد تقيل. طبعا ضلع قوي معانا حرام كلنا، احنا تفصل بنتشرف ايمان بده. العطار عن دايره الرمل، هي اكبر من دايره الرمل كمان في يعني انتشارها. ايمان العطار ضلع قوي جدا في الدايره دي في الفتره اللي فاتت، من اول ما اشتغلت بالجروب هي شغاله، عامله طفره في كل حته. هي ما بتخدمش دايرتها بس يعني، مش هنتكلم اللي هي بتخدم الدايره، لا بتعمل ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليها بجد يعني. يعني اللي معانا على اللايف وكده اهوت ممكن يعمل منشن للاستاذه ايمان العطار، لان كمان لو انا هي عايز اقول موجوده في كلمه مصر، حق. انا عارف اللي هي ما اعرفش، هي في الكويت، مش عارف جت ولا لا. ايمان العطار للامانه مكسب قوي لدايره الرمل، ومكسب قوي هي وايقونه مكسب قوي قويه لاي حته يا احمد، لحكمها. لاي حته بجد يعني. عارف اللي هي ايه، زي ما كنا بنقول ان مي اخت كل بيت كده في اسكندريه، ايمان العطار اخت كل بيت في الدايره بتاعتها بجد. انزل اي حته في الدايره قول لهم عايز اروح لايمان العطار، ده بجد يعني، ده بشهاده الناس، مش يعني مش مننا احنا بس. والله ما وفيناها حقها. ده طبعا بقول لك عايزه حلقه كامله، عايزه لايف كامل تتكلم عن ايمان العطار.
ربنا يهديها وتيجي معايا لايف باذن الله قريب، اجيبها معانا لايف لعندنا. هروح فعلا فعلا لك هناك الايمان واسجل محتاج. اللايف هناك. انا بقى ممكن اعمل معاك حاجه حصري، هنروح هناك ونسجل اللايف هناك. 10 10 كده اتحط ضن. خلاص. احمد طويل، بما ان احنا بنودع الحلقه بتاعتنا، كنت عاطيني حاجه حصري، وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، انت فيك حاجات كتيره لله، يعني زيك زي محمد صلاح. السؤال الاخير هو نفس السؤال اللي انا قلت لك خلينا فيه للاخر. اللي هو حصري للمبادره بتاعتك اللي ناوي تعمله في خلال حصر 30 يوم. الحفني. طيب، حصر الحفني ان شاء الله احنا بنجهز حاجه كده تبع وزاره التضامن، تحت كيان بشرة خير، بس مش هنحرق المفاجأة يعني. بتدشين قوي جدا، هيبقى فيه منصات وحفلات مش واحدة يعني، مش لأن احنا راسمين كده بلين هنبدأ بيه من 20/9 2024 ل 31/12 2024، تحت مظلة رسمية خاصة فقط ببشرة خير، غير تابعة لأي شيء آخر. خليها مفاجأة، هتبقى إيه هي؟ هنتشرف بانضمام كوكبة أنا ما كنتش أتوقع نهائيا إن أنا أكون ليا الشرف بمجاورتهم، بس يعني ده هيبقى حاجة أنا ده شايفه إنجاز عظيم هينضاف للمبادرة بتاعتنا إحنا. بما فيهم ده لايف حصري برضه كهيئة استشارية عليا زي ما عليك. حبيبي حبيبي تسلم. بس ده هنعمل هيعفيك، مش هنعمل حاجات هيعفيك بجد ان انت يا تدي أحمد. بص يا أحمد، حته من على طرف المعلقه. ايه؟ بص يا أحمد، إن شاء الله إحنا هنعلن عن خلاص احنا دلوقتي جوه التضامن بانشاء حاجه معينه كده خاصه بينا احنا، بس بظهورها من هنا ل 31/12 بتفعيلها بجد، ان الناس دي فعلا بتشتغل ولا الناس دي نازله تهزر، ان الناس دي بتعمل ايه. احنا في حاجات كنا ناقصه عايزين نعملها. انا واحد من ضمن الناس من ساعه ما عملت المبادره عايز اعمل مستوصف خيري، عايز اعمل عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل مستوصف خيري. يعني احنا قلنا هنعمل مصنع، عملناه الحمد لله. قلنا عايزين نعمل مستوصف في مكان معين، عايزين نعمل ده. انا ما ينفعش كمبادره اقدر اعمل ده. احنا النهارده واحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي في اللايف ده، لا احنا نقدر نعمل ده. مش بقى امتيازات ماديه، لا، قبل الماديات لا، احنا كنا بنشوفوا المظله الرسميه اللي ما حدش يقدر يقول لنا لا غلوا الكشف، لا ما تعملوش يوم مجاني، لا تعملوا مش عارف ايه. لا، احنا برضو زي ما قلنا من 2014 لحد تاريخه مش هنمشي بتوجيهات حد. احنا هنبقى مظله خاصه بينا احنا بس. اوعدك ان بعد تدشين المظله دي ب 90 يوم، تعال حاسبني كده في لايف، قول لي فين المستوصف اللي انت قلت عليه، قول لي فين فصول محو التقويه اللي انت قلت عليها، قول لي فين حفلات دار الايتام اللي هم من ضمن اللي احنا الانتشار بتاعنا من العمريه للطرح، قول لي فين الفريق بتاع الشباب بس اللي هو ظاهر مع جميع الجهات التنفيذيه اللي داخل الدوله خلال من بعد ما نعلن التدشين ب 90 يوم. هو عامة لا جمهوري ولا جمهورك هيرحمك. هم من دلوقتي هيتصلوا بينا. بتعملوا ايه؟ فانا بقول لك اهو، مش غرور مني يعني، الحمد لله الحمد لله ان انا عرفت اخد من احمد البلان بتاع ال 90 يوم ايه. ده هيعجبك، حاجات هتعجبك فعليا يعني، طيب وهنستغلك تعالى برضه بقى يا نشوف. احمد. ما احمد، ما انا هستغلك، ما احنا هنفتح فصول فصول تقويه، هجيبك يا حبيبي، هتدي ببلاش برضه. كده كده انا هستغل كل اصحابي والله يعني. شفت اللي انا بقول لك انا بحب اصحابي قوي، انا هستغل اصحابي كلهم والله.
كدكاتره كده كل ده هيحصل. ربنا يخليك يا استاذ توفيق. حبيبي يا استاذ تعال محمد، ربنا نشوفه. يخليك يا حبيبي يا رب، ما نحرمش منك ابدا. احنا بس كده عشان استاذ محمد بيقول لك سيب الراجل في حاله. والله ما جيت جنب منه قوي النهارده. كل ده وسيب الراجل يا صلاح، يعني هيولع فيا بعد كده، هيعمل ايه تاني؟ والله ما تتكز جامد يا حاج. استاذه صفوف بيقول لك الصوت بيقطع، يا رب يكون الصوت اتظبط. استاذه اميره بتقول احمد طايل فعلا ما عندوش روح التكبر نهائيا على الفريق عمله، انا شفت ده بنفسي. شهاده كويسه. نورهان بتضحك، يبقى اكيد كان في كومنت ضحك واحنا جريناه. استاذه الصفوف استاذه ايمان حد جميل جدا وست جدعه وبتحب الخير للكل. آه انت طيب يا حفني، ميرسي مستر محمد يخليك ليا. الشهر الجاي هنعرف مين فينا ايوه الطيب. بالظبط. نورهان هنستنى اللايف اكيد بتاع الدكتوره ايمان. خلي بالك انت حطيت نفسك انت اللي هتجيب ايمان، ها؟ مش هجيبها، انا ما قلتش هجيبها، قلت هنروح انا ايه؟ وانت هناك، يعني انا هروح هناك واعمل اللايف من هناك. اوكي يعني اوكي. هنعمل الجيل ده، وانا وعد اللي انا هخليها تظهر ان شاء الله معانا. طيب انا محمد فاروق طبعا انت منور الدنيا كلها. استاذ احمد حفني واخويا بجد 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 يشرف اي حد احمد طايل. صفوف ربنا يوفقك احمد طايل. محمد صلاح باذن الله يوفقك ويقويك ويعينك من نجاح لنجاح. تسلم لي يا رب. ايه تاني تاني ايه ده؟ ثواني. رامي قطب ايه ده يا قيصر وابو والهناديس منورين الدنيا. منال بتقول لك كنت تركت المجال. مش انا اسف بجد والله العظيم يا جماعه. انا شرف يعني والله يا استاذه منال، ربنا يخليك يا رب، ده شرف لينا والله. هي بتقول لك كنت تركت المجال من مده، هرجع العمل معاكم باذن الله، ربنا يوفقكم، ده على راسنا، يلا شرف لينا. بينا يا مسهل. انا للاسف بجد يعني حقكم عليا. الموضوع معلش لغايه بس التليفون الثاني ما نظبط الدنيا فيه. شكرا على الحلقه يا استاذ احمد، وطبعا باشمهندس احمد طايل، وبالتوفيق. تسلم يا رب. ما تحرمش منكم. كنت تركت المجال من مده. يلا بينا يا استاذه منال، هرجع للعمل معاكم باذن الله، ربنا يوفقكم. يلا بينا يلا بينا محتاجين كل ايد، بالظبط. محتاجين نتحرك. احمد انا يعني قبل ما اقفل الحلقه لان انا عاوز اسمع منك حاجه اخيره. بس انا لازم اقول للناس حاجه. كانت في ناس بتقول لك انت بتعمل الحلقات اللايف دي ليه؟ تمام. انا النهارده كان معايا الاسبوع اللي فات استاذ محمد صلاح. تمام. كنا بنتكلم عن فكره الشباب والاحزاب. تمام. هل الشباب رايحه فعلا للاحزاب ولا هل الشباب عندها عزوف من الاحزاب؟ طيب ازاي الاحزاب بتستقطب الشباب وبتجذبهم ليها، ولا الدنيا رايحه فين؟ فتحنا مدارك، اتكلمنا، وسعنا الافق، حطينا رؤى. برنامج رؤيتي ان انا بعبر انا واحمد طايل، هو في رؤيه وانا في رؤيه، والمشاهد هو اللي يحكم. تمام. صح. ممكن نتفق وممكن نختلف، والاختلاف ده لازم يكون وارد، ولازم نتقبل اختلافنا من بعض. تمام. الحلقه اللي بعد منها حلقه استكماليه بتقول لك الشباب داخل المبادرات ولا خارجها. هو الشباب عايز يعمل خير. يعني انا من وجهه نظري في متناول حلقتين في شهر اغسطس، من السبت ده للسبت ده، تمام، من 3/8 ل 10/8 احنا بنتكلم في موضوعين، هو موضوع واحد. بالظبط. ما تحطوش الشباب على القهوه. لا دي يا اهم حاجه. عم روح شغل، وبعد الظهر خش اعمل عمل حزبي، خش اعمل عمل جمعيه، خش تحت مبادره، خش اشتغل. ابن اي البلد مظله عايزاه. اشتغل تحتها. بالظبط، اي مظله تكون تحتها على فكره. بص،
يعني هو ايه، عمرك ما هتعمل حاجه كده تبقى فعليا انت نادرها لله او بتعمل الحاجه دي عشان ربنا فعلا، وما بتلاقيش فتح لك حاجات تانية خالص انت اساسا ما بص ما تتخيلهاش اصلا. مره سالت سؤال، هو انتوا بتجيبوا وقت منين؟ ده ربنا. والله العظيم انا واحد من الناس يومي بيبتدي 6 الصبح بيخلص 1 بالليل. احمد انا طالع من شغلي بيني وبين اللايف نص ساعه، محضر السكريبت بتاعي، محضر الحلقه بتاعتي، عارف النهارده هقول ايه، مذاكر دنيتي ماشيه ازاي. خدت بالك؟ بالظبط. طولت عليك يا لا يا عم، قائد. عاوز كلمه فرحان بيك كبيره جدا. قبل ما نقفل الحلقه. ايه تاني؟ كلمه اخيره قبل ما نقفل الحلقه. كلمة أخيرة قبل ما نقفل الحلقة. أنا فرحان جدا للمرة الثانية معاك، ده شرف ليا بجد. وفرحان جدا بكل إخواتنا اللي كانوا معانا في اللايف. أحمد الأفندي منور يا فندي. إخواتي اللي كان في ناس دخلت كان بقالي ياما ما شفتهاش أو ما كلمناش. والله فرحان جدا النهارده إن إحنا دردشنا مع بعض شوية، ومع حفني قدر يستفزنا شوية زي كل مرة يعني. يبقى في التليفون حاجة ويجي في اللايف بيبقى حتة تانية يعني. والله انا كون غلبان. واثق تمام الثقة اللي أنا هحطك مرة ضيف بجد. يا ريت